اقسم برب ان القصة النهاردة هتكون جحيم، ودلوقتي لازم تركز معايا يا ابن المعلمين. وبيبدأ الفيلم بهذا الحصان المتين، وخلاص هيتولد دلوقتي، وانا حابب اقول لامه ده وقت تولدي فيه يا بنت المعلمين. والام بتجيب حصان زي القمر، وتعدي الايام وتفوت، وهذا الوحش بيبقى زعيم القطيع. وفي مرة يا صديق النمر بيهجم عليهم، ولكن على مين؟ ده سبيريد المهين، ولا بيفرق معاه اي حزين. سبيريد بيندفع بكل قوته وهو بيجري بالصلاة على النبي كأنه زلزال. النمر حاول ينقض عليه وفتح مخالبه واستعد يفتك بيه، ولكن على مين؟ سبيريد سمساح على سمكة بلطية، كداب على مية مغلية. بسرعة هالة رفع رجليه وضرب النمر خبطة رجعته لورا مترين. النمر حاول يرجع تاني، ولكن على مين؟ ضربة من سبيريد خلت العبيط يرجع لأمه حزين. وسبيريد واقف رافع راسه وسط القطيع كأنه أسد عرين. وتعدي الأيام وتفوت الشهور، وفي يوم من الأيام بيطمن على القطيع، ولكن بيشوف ضوء غريب بيقول لأمه انت الرئيسة والكل تحت أمرك، لحد ما اروح وهرجع تاني. بيروح وبيوصل هناك بيلاقي أحصنة مربوطة، وفي واحد من الأحصنة بيقول لسبيريد إياك تروح يا غبي هيخلصوا عليك. ما بيردش عليه وبيكمل طريقه، وهو وماشي بيشم إزازة منكر وبيقول ايه القرف ده، بيزعج الجنود النايمين وبيهرب يا صديقي. بيجروا وراه وفاكرين انهم هيمسكوه، ولكن على مين؟ ده وحش مهين لأي ابن هرم لعين. بيحرر الخيول منهم، بيوصل للقطيع وبيقول لهم اهربوا يا ولاد القرع هيتهجم عليكم دلوقتي. وفعلا يا صديقي بينفذوا وبيرجع تاني للصيادين، وبيشقلب في كيانهم شمال في يمين. بيهرب تاني ولكن بتكون قدامه حيطة سد. في واحد منهم بيرمي عليه حبل وهوب بيتلفى من رقبته، وبعدها باقي الجنود بيرموا عليه باقي الحبال وبيكتفوه حتى ما بيعرفش يحرك صباع رجله الصغير. امه بتيجي وبتكون هتساعده، ولكن هو بيقول لها اياك تيجي هيخلصوا عليك وعلى القطيع بالكامل، انت الامل الوحيد ليهم، خليكي مكانك. وفعلا صديقي تتخلى عنه. بعدها بياخدوا هذا الوحش العنيف الى المعسكر صديقي، وهو في الطريق بيحاول يهرب ولكن مفيش فايدة. بيجي صديقه النسر سبيريد بينادي عليه، ولكن النسر بيسيبه ويمشي. بيوصلوا للمعسكر بيربطوه، وفي راجل خلاص هيقص شعره، ولكن سبيريد بواحدة منه بيكون نهي. بيشوح فيه شوية لحد ما بيقول يا ريتني كنت بطة بلدي، واي حد بيكون عايز يركب عليه بيشلوح فيه لحد ما بيتعبوا منه خالص، ومحدش بيكون قادر يسيطر عليه. وبيقول لهم ارجعوا يا كلاب يا اولاد المجرمين. بيجي قائد المعسكر وبيقول الكلب ده لا ياكل ولا يشرب، وبيتربط لحد ما بيقول يا رحمن يا رحيم. فعلا صديقي بينفذه وبيربطوه وهو بيحاول يفك نفسه، ولكن مفيش فايدة للأسف يا صديقي. بيجي الليل وبيفتكر اللي كان أيام زمان، وبيكون مفتقد أمه والقطيع بتاعه. بيجي الصبح وبيكون في منتهى العطش. القائد بيشرب مية قدامه على أساس يزله كده، ولكن سبيريد بيكون وحش مهين ولا بيتهز. ومرة واحدة بيحضر مين؟ أسد العرين، وحش الغابة المهين اللي بقدراته هيموت كل الكذابين. كريك القائد بيطلب منهم انهم يربطوه ويتحرم من المية والاكل، وفعلا الريس بينفذه. وكريك بيتواصل مع حد خارج المعسكر، ومرة واحدة بيترمي له سكينة بياخدها. وفي الوقت ده الجنود بيجهزوا نفسهم عشان رايحين يحموا السكة الحديد من الهنود الحمر. بعدها تاني يوم القائد بيسأله بيقول هو ليه كام يوم ما كلش؟ فواحد بيرد عليه وبيقول له 3 ايام. 3 ايام يا قائد ما دقش مية ولا اكل. فبيقول لهم كده تمام، وبيقول لهم ركبوا له السرج عشان يركب عليه. وفعلا صديقي بيركب عليه، وسبيريد بيحاول يوقعه ولكن مفيش فايدة. بيحاول ويحاول ويحاول ولكن برضه مفيش فايدة. سبيريد ليه 3 ايام ما كلش حاجة ولا شرب اي حاجة. ده طبيعي يا صديقي، طبيعي يفقد طاقته لانه بقاله 3 ايام ما كلش حاجة. القائد بيسيطر عليه وبيخليه يمشي، وفعلا يا صديقي سبيريد بيعملها وبيمشي. والقائد بيقول انا دلوقتي اقدر اخلي اي حصان كلب تحت جزمتي. سبيريد بيغضب وبيرمي بعيد قوي. القائد برضه بيغضب وبيرفع السلاح وخلاص هيعملها، ولكن الوحش المهم بيفك نفسه وبيضرب القائد وبينقذ سبيريد من المعسكر. بيكسر كل بوابات الحبس الخيول وبيخرجهم من المعسكر يا صديقي، وكل ده بسبب الوحش العنيف سبيريد. حنبلة بينادي على الفرسة بتاعته وبالصلاة على النبي بتكون زي القمر، بيركب عليها. وبعدها بيجوا زمايله وبيقبضوا على سبيريد ده صديقي، وبيكون متضايق لانه اتأثر مرة تانية.
تانية. بيروحوا على القبيلة وكريك بيفك اللجام منه وبيسيبه، وتاني يوم الصبح بيبص بيلاقي تفاح قدامه وبيكون في منتهى السعادة. بيبص بيلاقي الحلوة بيحاول يشد انتباهها ولكن هي ولا هناك وبتنفض له صديقي. وبعدها كريك بيفتح الباب لسبريد وبيقول له مع السلامة يا ريس. سبريد بيفرح وبيروح يودع الوزة بتاعته وبيقول لها تعالي معايا القطيع. بترفض صديقي ليه؟ لانها عايزة تبقى في القبيلة. ومرة واحدة بيسمعوا هزة ارضية تفتكر لها صديقي عشان الكذاب سبريد ماشي عليها، وبيكونوا القائد وباقي المعسكر رايحين يهجموا على القبيلة. الوزة وسبريد بيجروا بأقصى سرعة عشان يساعدوا القبيلة. كريك بيركب على الوزة وبيمسك الحديدة اللي هيكذب بيها وهيجيب لي شلل في دقيقة. بيدي واحدة للقائد بيطيروه. القائد بيقوم وبيكون في منتهى الغضب، بيمسك البزازة بتاعته وهي واحدة للوزة بتقع في المية. سبريد بيجري بأقصى سرعة ممكن عشان يلحقها ويا ويحا على هذا الكذب العظيم. بينقذ كريك وبيكمل جرى صديقي، بينط في المية وبيوصل لها صديقي. وانا كيوسف من الكذب قلبي استوى ولكن ما بيقدرش يسيطر على التيار. التيار بيكون شديد جدا. حسدناك يا ذكر بيقع من الشلال وبعد معافرة شديدة بيخرج من المية وبتكون الوزة في حالة لا تحسد عليها. وبعد شوية وقت بتحضر الجنود وبيقبضوا عليه وبيكون في منتهى الحزن على حب عمره صديقي. بيحاول يقاوم ويقاوم ولكن ما فيش فايدة للأسف. بياخدوه غصب عنه وبيسيبوا رن عشان تعبانة صديقي وخلاص هتودع. بعد ما شافوها ماتت قدام عينهم سبريد بيستسلم وبيروح معاهم بدون مقاومة صديقي. بعدها بيجي كريك وبيطمن على رين وبيتأكد ان لسه فيها النفس، هي كانت فقدت الوعي بس. بعدها بياخدوا سبريد وبيركبوه القطر عشان ايه؟ عشان يسحبوا القطر صديقي. هم بيجمعوا الأحصنة البرية عشان السبب ده. كريك بيقسم انه هيخلص عليهم بالكامل وبيقول انا جاي لك في الطريق يا سبريد. وفعلا صديقي بينفذ وبينطلق معلم. بعدها الجنود بيربطوا سبريد مع كل الأحصنة اللي قبضوا عليها وبيضربوا فيهم عشان يسحبوا القطر. وبعد مدة بيوصلوا المكان فسبريد بيشوف سكة حديد متجهة لمكان القطيع بتاعه. بيرفض انه يتحرك فبيلاحظ انه العربة ممكن ترجع لورا صديقي. بيعمل نفسه ميت والحراس بتفكوا من السلاسل وبيسحبوه برات الصف. بعدها الوحش المهين بيقوم عليهم وبيحرر نفسه، بيخبط فيهم وبيفك السلاسل المربوطة فيهم والأحصنة. بيشكروا على اللي عملوه وبيقول لهم دول مجرد كذب بصار. القطر بينزل من فوق الجبل وسبريد بيكون قدامه بيجري بأقصى سرعة ممكنة عشان القطر ما يدوسوش. بعدها القطر بيصطدم في قطر تاني بيعمل انفجار كبير. والله العظيم الواد ده بيحسسني بشباب الصديقي. المهم سبريد بيكمل جري بأقصى سرعة عشان النار ما تطلوش لأن النار بتكون واكلة الأخضر واليابس. وهو بيجري وهوب السلسلة بتتعلق في جذع شجرة. تفتكر ان ده هيفرق مع معلي؟ قولها معاه صديقي. والله بيحاول ويحاول ولكن ما فيش فايدة. ومرة واحدة بيظهر مين؟ على الكذاب الكبير وبيفك له السلسلة صديقي وظهرهم في ظهر بعض. ويا أرض تهدي ما عليك أدي والذكر فيكم يجي تحدي. بينطوا في المية وبعدها سبريد بيفقد الوعي. بيفوق وبيلاقي نفسه في القبيلة وبيلاقي كريك جايب له تفاح. إن شاء الله ما حد يحوش. سبريد بيروح لكريك بيشده من رجليه وبيسيبه يزحف على قفاه. ابن الكذابين ده ماشية معاه بيلعبوا مع بعض وبيكونوا في منتهى السعادة. ولأول مرة سبريد بيخلي كريك يلمسها صديقي. كل ده عشان ما تخلاش عنه. بس فجأة بيجي ابن الورمة تاني بيخبط فيهم بالأسلحة ولكن للأسف كريك بيقع صديقي. سبريد بيرجع له تاني وبيركبوا على ظهره وبيهربوا من الجنود. بيوصلوا لمنطقة جبلية غلبانين ما يعرفوش ان الوحش المهم مجهز لهم كمين بالهنا والشفا حزين. وبعدها بتيجي صخرة بيعمل حركة كنت بعملها انا وفي بطن امي ولو مش مصدقني اسأل الجني. ومرة واحدة سبريد بيوقف يا صديقي لان لو كمل كان قال على نفسه يا رحمن يا رحيم. كريك بيخبط فيهم هو وماشي ومرة واحدة بيتحاصر يا صديقي مفيش اي مخرج. تفتكر ان الوضع ده يستمر؟ لا 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 والله. بيبص من الناحية التانية وبيلاقي المخرج يا صديقي بس بعيد قوي. بيعزبل وهي 1 2 3 ويوزع. فرجع يا ابو
باشا. الله الله عليك يا كذاب، ده انتوا كذابين اكتر من الهند نفسها. وبسبب اللي حصل القائد بيقول كفايه، ده خساره فيه الموت. بيبصوا له بكل فخر، وبعدها سبريد وكريك بيكون في منتهى السعاده، وسبريد بيركب كريك على ظهره وبيوصلوا للقبيله. وسبريد اول ما بيوصل للقبيله بيفتكر حبيبه عمره لانه فاكر انها ماتت صديقي، ولكن بيفرح لما الوزه تخرج قدامه، وسبريد بيكون في منتهى الفرح. بعدها كريك بيودع الوزه وسبريد وبيقول لهم اقسم لكم اني مش ممكن انساكم ابدا. مع السلامه يا سبريد، مع السلامه يا رين، خلوا بالكم من نفسكم، بتمنى تخلفوا فرسه وفرسات، دي حاجه يا صديقي زي صبيان وبنات. بعدها سبريد بيوصل للقطيع بتاعه وبيعيشوا في تبات ونبات، وما عرفش بيخلفوا ولا لا. وبكده اكون خلص. سلام على كل اللي كمل معانا للاخر يا جدعان.